السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقالي كتير ما بجيبش البسكوت ده غير عشان افته في الشاي. كل شوية اجيب البسكوت وافت في الشاي، دي الحاجة الحلوة اللي بسلي بيها نفسي. طب ليه ما استغلهوش واعمل بيه حاجة حلوة تانية؟ وعبارة عن اضرب في الخلاط وبعد كده سقسق ورص. هما 3 خطوات. تيجي نبدأ بأول خطوة اللي هي نضرب في الخلاط. يلا بينا. اول حاجة اللي هي بتاعت اول خطوة، هحط كيس الكريم شانتيه على كيس الكريم كراميل اللي في الخلاط. دلوقتي هحط عليهم كوباية مية ساقعة، واللي عايز يبدلها بكوباية لبن عادي برضو، بس انا قلت اوفر في اللبن عشان اعرف اعمل ليه ايس كوفي. وطبعا دلوقتي هنيجي بمرحلة السقسقة، سقسق البسكوت في اللبن وترص. بعد ما بعمل رص طبقة البسكوت هنيجي الخطوة اللي بعدها. بعد ما رصيت البسكوت، هو انا رصيت طبقتين بسكوت ليه بقى؟ عشان بحب الحاجة تخينة، احس بطعم البسكوت ده اولا. ثانيا، لو سمحتوا يا جماعه اللي يروح يشتري بسكوت يا ريت ما يمسكش الكيس يفضل يتك عليه عشان البسكوت بيتكسر. يعني انا لما اجي اخده عشان اعمل بيه وصفه زي دي، اعمل ايه؟ انا اخده مكسر ولا لازم يبقى سليم عشان اعرف اعمل الوصفه؟ يعني اعملوا حسابي بعد كده لو سمحتوا. يعني نيجي بقى دلوقتي الخليط ده بعد ما ضربته في الخلاط اهو، بصوا القوام عامل ازاي. بس دلوقتي بقى نحط نصه فوق البسكوت وبعدين نفرده. هنحط نصه زي ما قلت مش كله. بعد ما حطيت بسكوتة الطبقة التانية هنزل بالخليط الطبقة التانية. دلوقتي بقى حطوه كله بقى، ولو انت عايزه تخين، لو الطبقة تخينة حط، لو هو وهو كتير حط الطبقة كلها. لو انت عايز حبة صغيرة حط حبة منه، والباقي حطهم في الفريزر يبقى ايس كريم عشان طلع طعمه زي الايس كريم بالظبط. يلا 2 في 1 اهو. وبعد ما حطيت باقي الخليط، دلوقتي بقى جت حتة التزيين. اكيد يعني مش هسيبها سادة كده. في بقى باكو، اللي هو باكو ده مش عارفه هو ايه، بس هو الصوص بتاع كريم كراميل تقريبا. هو بتاع كريم كراميل بس هو صوص ولا ايه معرفش. المهم انا هاخده عشان اكيد مش هلاقي حاجه واسيبها. المهم ان انا هحط خطوط. حط يا ماما خطوط، يا ماما حطي اللي انت عايزاه يا ماما، وانا هزين في الاخر يا ماما. بس استنوا بقى الحته الاخيره انا هعملها واوريها لكم بعد كده. بس التزيين كل واحد ودماغه، يعني حبة مكسرات، بشر شوكولاتة، حد فرم البسكوت ويحطه وبس. دلوقتي بيتحط في التلاجة، وبصراحة انا بفكر اقنع ماما احطه في الفريزر عشان يبقى يقلب ايس كريم يعني، بس ماما اقنعها يعني. واستنوا بعد ما اوريكم التزيينة اللي هعملها. وبعد ما زينته واتخانقت انا وماما في التزيينة، للاسف معرفتش برضه اقنعها ان انا احطه في الفريزر وهضطر احطه في التلاجة. هنحطه في التلاجة لحد ما يجمد او لحد ما ربنا يأذنله ان هو يطلع بقى اللي انتوا عاوزينه. واستنوني في حلقة جديدة ووصفة جديدة اجيبها لكم، وباي باي.